احمد من شو القصه؟ من هدول عم ينزلوا عنك بوستات على الفيس، شو صاير؟ شو القصه؟ والله ما بعرف، بس يعني ما بعرف هدول يعني حابين ينشهروا على حسابي، وما بعرف شو بدهم من الاخير يعني. ايوه طيب شو رايك تسلخوا الدس؟ ايه لعيونك، وين بيت لك؟ يلا 3-wap.com احمد ابن عفرين، اسمع منيح. مثل ما بشعل فلواتي وتقولوا انت ما بتقدروا اشتيازن قصص وحكاية شو سمع عنكم يا عرسات هذه هي الهواية. مش شاطر اللي بالحكي من وراك لجاكم تنبعث مني فبتنزل بوصات ظبطني حدك احسن ما اجوا منيكك. لا اثبت لك انك وسخ اسم الاب عندك مجهول تطلع على هويتك قبل ما تنطوا حرف علي شوف عيوبك تلف وتدور ولعن صباطي مرجوعة قطعتي للساحة ومشاكم كسرت راسك كتير على ارض الواقع. بالراب هلا بدساتي اجا دوركم فن الراب هو فاكم بالراب من الفشل تحت الارض ندفن فني بالراب الاعلى لوجودي مخربطكم وجودكم انتم مني انا عدم اعتبرني انا ملك هون وانتم عندي الخدم بالساحة بعمل فوضى لانه فيها ناس مفكرين حالهم رابر وهني لسه ما عندهم رحلة الوضع حرب بديسات معنا تحاول انك تخوضها لانه بكلمة جملة عبارة مني تبغى كراسس من لساني بعتبرك عهرة مجبور اني اوصل شعل البيت مثل شعل سيجارة السيجارة تتم بطفية انت عدو استقبل كلماتي كانت قنابل عنقودية اللي يحضر بالاثناء صوتكم انا بخفيه لو بدي اسرد على الفضايح حكيت مني بوصلة هنا خزات وجوكم اكثر ما تخزي وجه القذافي لا مو كافي انك تطلب مني العفو لاني راح اصل سألك وتحت رجلي ادعسه ماني عدائي بكلماتي مسألة سنكم المفلوتة افلت اسئلة بشوفها بحياتي بجعلكم مثل ما بشعل فلواتي وتقولوا انت ما بتقدروا اجتيازات مواصيل اللي بقول لك اتسمع على تركاتي ومن بعثك تعذب ما بسبك بدون سبب حامل بايدي مخلب رفتي اجسام اللي بتحكي عني لما انطر كلمة عدوي هرب ما قدرت توصل مستويتها شو سمع قدري ورن وصلك مجلد تنجري جد اخلص وبلعبي اقبل بهالساحة فيك حرب حتما حنان حبيبتك وترهن التمسيح الجوخ معي ما بفيدك يا اهبل غير اسلوب العنف مع الكلاب ما بستعمل لكن ما بتستاهل الكلمات اللي عم بكتبها على الورقة لما قال لك ليش عم تحكي لي بتوقف ساكت جنب مثلك مثل بعصر الفيس كتر بالساحة انعجت اعدادات صارت ما بتحصى كل واحد غنى غنيتين صار مستوى اعلى من التاني ولما يغنوا يجاروا على المايك كانوا عم تفوتوا بتزرع عصاير الماني ضارب حاقد عنيف بالسات يا بتتمنك وبتعلق وبتحكي عني فبتنشهر على حسابي حاك عندي بس امل انساني كالطلقة بستلاتي بكلمات تسبب لك البعصة فخرج سد اللي بوزك احسن رقبتك بعد عشا من اول بدايتي بالراب ناس كتير انشاشت حتى يرجعوني لورا علي حقدوا زايد وش الثاني بدساتي بكلماتي لسه ما شافت منه اللي بيغني انجراد مو اسمه رابر هذا اسمه للكل الصعابه لما تنزل تراك ويكون كامل وسالم الشاطر بنتقدك ما تفكر انه راح يوقف رصفك لو كنت بعرف شو عم يدور براسك كنت بقلب بيتك اغتصبتك كنت بقلب بيتك اغتصبتك بوستاتكم حطوه بسيطهم حتى لو كانت اعدادهم بتزيد الكلمات بدوقتهم كلكم اقطع من جليد اسمع حاولت انك تشوه اسمي عرف انك ما عم تعمل شي غير انك عم تاكل اجري اعطيك رد مني الك تعال خذ لمك عليك السن ومع الرابط الرسمي انتو بلا جوعاني غير المصلحة ما بتجوب على كبلس الصحة وكل معتقل بجلدوه كل واحد سمع على غنية راب سمع حاله امتي وبتعرف حالك خرج حساس امتى دعسوك بتركز لو بدك تمرض وتثبت فن الراب وتحكي على غيرك وغيرك ما بيحكي عنك وعلى حساب غيرك بترفع اسمك تعمل حالك صاحبي وانت واحد من اعداء غير انك ممحول وتنب حاسسك عنده طموح وهدف بالراب وانت هدفك بالراب توصل للشهرة لما تحكي لما تعطيني رايك بغنيتي واذا قالك عادي بتروح الشغل بقلبك حسرة هيك هذا هو انت لو بتجي على ارض الواقع بتحكي الحكي اللي بتحكيه من ورا الشاشات كنت ابو حرب مصصته حرب الدسات القمة فيها اتوازنت جبهات الراب على بعضها اتفقت من بعدها الدس الراس كتير اتكسرت ابواب الهروب من قدام اتسكرت سحب روحك تقتل جسمك هيك الغل جواتي انطفت من ورا جشعك قدام الناس رح تنزل تفكر انه اذا حكيت عن شخص القمة رح تحتل لما ترجع للفهود ما رح يكون لك محل لو يضرب ضرب يهرع حلمك كله حرق انت الفريسي وانا الصياد هذا هو الفرق بنشاط عليكم وقتها تنزل عليكم مثل برق يخرب حياتكم كلها خرب